خدمات كتير بيقدمها البريد، ومنها حساب التوفير أو دفتر التوفير، واللي بيستخدمه كتير جدا من المواطنين عشان يحافظوا على فلوسهم في مكان آمن. ده غير كمان الاستفادة بالفوائد اللي بيقدمها البريد. شوف ازاي نفتح دفتر توفير. أولاً بنروح لأقرب مكتب بريد، بندخل المكتب وبناخد رقم لدورنا. بعدها بنروح لموظف الشباك اللي بيساعدك ويقرأ معاك الشروط والأوراق المطلوبة. مساء الخير على حضرتك. كنت عايزة أفتح دفتر توفير. طيب حابب اعرف حضرتك بس شروط فتح دفتر التوفير. اولا لازم حضرتك يكون سن حضرتك معدي ال 16 سنه. لو اقل من 16 سنه ده بيبقى قاصر. بنحتاج حضرتك بس صوره الرقم القومي بتاع التوفير. اموري حضرتك تفتحي لحضرتك ولا لحد تاني؟ هفتحه لنفسي. طب هحتاج بس من حضرتك اصل البطاقه رقم قومي وتكون ساريه، وحضرتك بس هتملي الاستماره دي. ولو انت صاحب شركة بتقدم نموذج فتح الحساب وصورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية لشركتك. رسوم فتح الحساب 25 جنيه للأفراد و50 جنيه للشركات، ورسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر 35 جنيه. أما بقى الحد الأدنى لفتح الحساب بتكون 100 جنيه للأفراد و1000 جنيه للشركات، ومعدل العائد السنوي بيكون 7% و6% لحساب التوفير الشهري، و26% لحساب التوفير الربع سنوي. وبكده تكون خلصت إجراءات فتح الحساب، والموظف بيبلغك بميعاد استلام كارت حساب التوفير زي ده، واللي بيكون معاه الرقم السري الخاص بيه، ولازم العميل يستلمه بنفسه لزيادة الأمان والخصوصية، واللي بيقدر يسحب بيه من ماكينات ال ATM ويدفع بيه أونلاين. لو عايزين تعرفوا أي حاجة خاصة بالبريد المصري زي مواعيد مكاتب البريد أو أقرب كشك بريدي أو أقرب مكتب بريد ليك، ممكن تتصلوا بالخط الساخن اللي بيوفره البريد المصري 16 789. دي كانت خدمتنا النهاردة. استنونا في خدمة جديدة وشوف ازاي.